السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة خبر عاجل. بعد الضجة التي أثارها في المغرب فيديو انتشر الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير مدرسة يتحرش بتلميذة، تمكنت الشرطة من توقيف مدير ثانوية التقدم بجامعة عين الشقف التابعة لمديرية مولاي يعقوب أمس الثلاثاء إثر إصدار النيابة العامة المختصة مذكرة بحث في حقه. أتى هذا التطور بعدما أمرت النيابة بإغلاق الحدود في وجه المدير المذكور ومنعه من السفر إثر اختفائه عن الأنظار عقب تداول الفيديو الذي وثق تحرشه بالتلميذة داخل مكتبه. والآن سأترككم مع الفيديو. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.